مرحبا بكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. واش راكم مع رمضان؟ ان شاء الله تكونوا راكم جايبين معاه سوا. مي الحمد لله هذا العام رانا ماناش حاسين به بزاف. المهم الفيديو تاع اليوم راح نبدا لكم به بتحليه. حندير لكم فلوق يعني كامل اش حندير في النهار تاعي اليوم. بغيت نشارك معكم بالتحليه وانتم ان شاء الله في الطيب. انا قلت الصباح نبدا بالتحليه ومن بعد نبدا بالطياب هو الاخر ان شاء الله، باش هكا التحليه تشد روحها وتبرد مليح. المهم انا راح نبدا التحليه بلا فور. هنايا عندي كما تشوفوا انا مش راح نوريكم ديتاي كاع في المكونات تاع الطياب تاعي، ولكن غير هكا نعطيكم كما احنا نقولوا غير شويه شويه من كل حاجه. انايا عندي كاطو كنت رحيته، كنت الحقيقه شيتو لبناتي ما بغاوش ياكلوه ما عجبهمش، ايبا قلت نستغلو ندير به تحليه. نبداو على بركه. البنات بعد ما درت التحليه تاعي تبرد في الفريجيدار حتى من بعد ان شاء الله حتى العشيه كاع بعد هكا 6 هكا يعني باش نكملها معكم ان شاء الله. راح نفوت ديريكت باش ندير لافاخس ديال البوراك. هنا عندي حبيبه تاع بصل، حبه تاع بصل، وعندي الكفته، وعندي البطاطا اللي كنت غليتها في الماء ويعني درتها غير بالفرشيطه بحال هكا. دائما نبغي ندير الكفته زايده شويه على البطاطا. راح نفوت نيشان نحمر البصل نتاعي. وباش يجي البصل نتاعكم بنين خاصكم ديما تنقصوا النار باش هذاك البصل يعني يتشحر لكم مليح ويتعسل بحال يتعسل. الا درتوه هو شغل باقي هكا خضر ما غاديش يجيكم بنين، البوراك تاعكم ما غاديش يجيكم بنين. نقعدوا نحركوا فيه هكا بشويه بشويه ونخلوه على خاطرو حتى يتعسل مليح مليح باش من بعد نزيدوه الكفته. هنا بعد ما البصله هبطت لي شي شويه راح نزيد ندير عليها الكفته باش هي ثاني تزيد تهبط معاه. حاول تهبط معاها يعني تتبل معاها، فهمتوا البنات؟ راه الهضره تاعي سمحوا لي الهضره تاعي راه ولات مخلطه مع ساره هكا راهي شلفاويه، مع انايا الجزائريه، الزوج مغربي، غير سكتو. راه الهضره تاعي كل مره منين نجيبها. المهم قلت لكم هكا نخليها شويه درك نيشان راح ندير لها لي زيبيس فوق منها، ما نخليهاش حتى يعني ما نخليهاش حتى كيما حنا نقول كيما قلت لكم تتبل باش هذيك لي زيبيس تدخل مع الكفته مليح. من جهه واحده اخرى البنات راني دايره الكفته من الطيب، ومن جهه راني دايره طاجين ماشي طاجين مثوم. انا ولفت الطاجين حندير مثوم. راني بديت ندرس الدجاج تاعي يتبل مع هذه البصله ودوكا ندير له الثوم. هنايا عندي مغرفه ديال الزعفران، وعندي مغرفه ديال السكنجبير، وعندي نص معلقه ديال الفلفل الاسود والحار. الحار يعني اللي بغيتي ديريه بغيتي ما ديريهش، بصح انا ما عنديش ماكله بلا حار صراحه. انا الماكله بلا حار ما تفوت ليش اخيتي. نخلط هاد المكونات مليح مع بعضهم. هنايا راه المثوم تاعي راني نقصت له النار الى النار طول نقصها له مره، وراح ندير له معلقه ديال الثوم.
هنا البنات راح ندير شويه نتاع الماء مغلي باش منين ندير لي زيبيس تاعي ما يتحرقوليش، غير شويه كيما هكا. ومن بعد ندير لي زيبيس تاعي نورمال. هنا عندي مغرفه نتاع زعفران ومغرفتي السكنجبير مع الدجاج يبغي سكنجبير، وعلى راس المعلقه فلفل اسود. نورمالمون ندير فلفل ابيض ولكن ما عنديش، يبان ندير الفلفل هذا الاسود. الدجاج ديالي بعد ما خليته تشحر مليح مع هذيك لي زيبيسي درتها، راح ندير له غير شويه ديال الماء بحال هكا ونخليه حتى يطيب ونكمل. البنات بعد ما درت البطاطا مع الكفته درت هنايا الزيتون ودرت هنايا غير 2 حبات ديال الفرماج، باسكو من بعد كنبغي نخدمو نطويه ثاني كندير له الفرماج. اما بالنسبه للدواء الاخضر ولا الدبشه كما حنا نقولوا نديرها غير كي نطفي عليه باش تبقى البنه تاعها عاطيه في البورك. ومن جانب آخر سيدتي، هل يعجبك هذا المنظر؟ طبعا لا، فإنه عدو للأميرات. أنا غادي شوية ديال بال مع الصيام. أنا غادي نلم هذه الروينة تاعي باش نكمل نطيب معكم الفطور. هنايا البنات هاي المرقه ديالي بعد ما طاب عليها الحمص. انا نسيت ما صورت لكم شنو درت لها. الحمص كان ماشي طيب درته مع الدجاج، والدجاج بيان سور راه طاب. راح ندير البولات ديال الكفته بعد ما دوزنتهم مليح. درت لهم الثوم، درت لهم البصله ولي زيبيس اللي درتهم هنايا في لاصوص درتهم في الكفته ولا شابلوغ. هكا ندير الكفته تاعي نوزعها كامل في المرقه هذه الطريقه، ونخلوها 10 دقائق تقريبا حتى نطيب لنا هذيك الكفته. الماء ما نزيدوهاش الماء، غير نغطوها ونخلو هذاك البخار يرجع عليها وطيب. شوفوا هنا البنات المرقه كيفاش راهي تبان هايله وتشهيمه من الريحه ما نحكي لكمش. هنا راح نحط الصفايه وراح ندير عليها الماء اللي درت فيه شويه ديال الفرينه باش هكا تعقد معنا المرقه وتجي بنينه. راني درت لها الفرينه، راح نخليها مده عفوا 5 دقائق ونطفي عليها. 5 دقائق ما نفوتهاش ونطفي عليها. منين يلحق المغرب ان شاء الله راح ندير لها غير من الفوق شويه ديال المعدنوس. ما ديروش دركا باش يذبل معنا وما يطلقش البنه تاعو، غير منين يقرب المغرب ندير لها شويه ديال المعدنوس من الفوق وصاي. درك البنات راح ندير الشوربه كما راكم تشوفوا. راني درت اللحم ودرت الزيت. اما هذاك الحمص ما تدوش عليه. راه منين قعد لي في المرقه البيضاء قعدت لي شويه ايوا درتها بصح من بعد نزيد. هنا عندي مغرفه كبيره نتاع الثوم. هي كل واحد عنده الطريقه تاعو في الشوربه البنات يعني. اليوم حبيت انا نوري لكم الطريقه تاعي في الشوربه ان شاء الله. هنايا البنات نوري لكم درت طوماطيش ودرت الحار ودرت راس الحانوت ديال امي. مام الحار ديال امي. درك حياتي نخلطهم مع بعضهم مليح نخليهم مع هذاك الزيت. نخلي داك اللحم يعني يتبل مليح مليح مع هذه لاصوص مع هذه لي زيبيسي درتهم. نضيف عليهم شويه ديال الماء. منين نشوفهم تقلاو مليح نزيد عليهم الحمص ونسكر على الكوكوط. وي نو البنات راهي الشربة طابت وخليتها حتى العشية ان شاء الله باش نكملها. دركا ما بقيش بزاف في اذان الظهر، راهي 2:45. كنت نقرا ان شاء الله شويه ديال القران نكمل فيه باسكو راني في سورة الانعام وبغيت نقرا شويه قران ونصلي نتكى شويه وحتى العشيه ان شاء الله نكمل الطياب نتاعي. بغيت نوريكم واحد الكتاب تاع قران بالفرنسي كنت شريته لزوجي قرة عيني. كنت كومونديته له من فينتاد وصبر نوريه لكم لراجل هكا ما يفهمش العربيه ويبغي يقرا هكا الكتاب بالفرنسي تكوموندي له من فينتاد. هذا هو الكتاب كتلقاوهم في فينتاد تكتبوا كورون فرونسي غادي يخرج لكم.
شوفوا صورة القدر، تلقاو كاع منا صور بالعربية وصور بالفرنسي. مام نتوما البنات الا ما كنتوش تفهموا ثاني العربيه، كاين اللي يفهم العربيه ينطقها يهدرها نورمال، ولكن القرايه ما يعرفش يقراها. يبقى هذا الكتاب تلقاوه في فينتات كاين بزاف، وتلقاوه ثاني في علي اكسبريس، يعني اللي بغات تشريه ان شاء الله. ها هي البنات الشوربه تاعي راني قلت لكم قبيله بلي راهي طابت، دوكا زدت عاود شعلت ليها النار وراح نديرلها الفريك. اول حاجه قبل ما ندير الفريك راح ندير لها الماء، باسكو الا درت الفريك دوكا راح يلصق لي لتحت في الكوكوط، يبقى راح ندير لها الماء هو الاول ومن بعد ندير لها الفريك. هكذا البنات هنا راه قريب المغرب، راه باقي له واحد 20 دقيقه. انا راح نقلي البورك نتاعي، دائما البورك نحطوه على الجهه التحتانيه. راح ندير نوع مثلث ونوع طويل كيما هكا. كيما هكذا حنخليه يتقلى. اما هذه الكميه راح نخليها حتى الغدوه ان شاء الله ونقليها، يعني ما نديرهمش كاملين ضربه واحده. وهنايا راني وجدت السنيوه نتاعي باش نروح نوجد الطابله. صنعت الشربات، هي ضروريه في رمضان شربات اختي، والحليب عندي شباكيه والتميرات وهكا كيما راكم تشوفوا. انا نوجد كيما هكا فوق البوطاجي هنايا، ومن بعد غير نروح ونحط فوق الطابله. راح هكا نوريلكم الطابله ان شاء الله كي نوجدها كامل البنات. انا بديت نفشل والباطري بدات تطيح اختي يلا بقاي معايا ما تروحي فين. ها البنات كملنا الفطور، انظروا الى هذه المفاجأة راني ديجا كنت غسلت قبيله الماعين، يعني هذه المفاجأة الثالثة هيا درك نبدا نديرهم ان شاء الله في لافيسيل. الحمد لله والمزيه اللي اخترعوا لنا هذه الماشينه هذه. المهم راح ندير فيها كاع المواعين نتاع العشاء ونكمل معكم الفيديو. كملنا الفطور، كان حنصور لكم ان شاء الله السهره ديال اليوم، واستناو شوفوا شكون اللي غادي يجيني. واخيرا كملت الكوزينه، نقيت الكازينيا ديالي، بديت لابوش حاشاكم ديال لابوبيل، وهنايا حليت الكيكه البارده اللي وجدتها معاكم في الصباح. هنايا درت لها طبقه ديال الشوكولا، نقول لكم ماشي شوكولا، انا نفسر لكم درت شويه ديال الماء، شويه ديال القهوه عصرتها بهذه. استعملوا ديال البريس الا كانت عندكم، الا ما كانتش عندكم تقدروا ديروا قهوه سريعه الذوبان. انا ما كانتش عندي بس عملت القهوه. ودرت فلون، درت لها 3 ساشيات ديال الفلون من دوك الساشيات الصغار، وخرجت لي هكذا. ديروها شويه على النار حتى تشد روحها، غير هكا ما يتهز الغاليه صافي طفوا عليها وديروها فوق الكيكه ديالكم بارده وحطوها في الفريجيدير راح تجمد لكم بحال هكا. البنات انا حنصلي العشاء حتى نجي الضيفه ديالي ان شاء الله. ما بين ما جات راني بعثت لها ميساج قالت لي راني جايه يلا خلوني نروح نصلي العشاء البنات ونرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا المائده ديال السهره ديال اليوم.
وهكا البنات هاني حطيت السهرة تاعنا. ناخذ القرب اللوز كنت خدمته في الدار، والزلابية كنت شريتها من برا. التحلية جبتها لي الضيفة تاعي دوكا تسلم عليكم. وهذيك التحلية اللي درتها انايا الصباح. هذه هي الطابلة نتاع السهرة نتاع اليوم. الضيفة تاعنا تسلمي عليهم. كوكو زينات، نتمنى تكونوا كامل بخير، صحة فطوركم وصحة سحوركم، ونتمنى تكون عجبتكم السهرة تاعنا والفلوق تاع ياسمين، وانتظرونا فيديوهات قادمة ان شاء الله، ونخلي الخط لياسمين تكمل الخاتمة. ان شاء الله يكون الفلوق تاع اليوم نتاعي يكون عجبكم. وإلا بغيتو كيما هكا نعود ندير لكم مرة فلوق كيما هكا. تهلاو في رواحكم وصحة سحوركم وصحة فطوركم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. بسلامة. بسلامة.